بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلابنا وحبايبنا الشطار، تعالوا بينا نخش على قواعد الترجمة اللي احنا لو بنمتحن ترجمة اختياري ما نقدرش نستغنى عنها، ولو بنعمل ترجمة بإيدينا زي الأزهر برضو ما نقدرش نستغنى عنها. أول كلمة عندنا النهاردة هعلمها لك كلمة لكي أو من أجل. إذا جبت كلمة لكي أو من أجل أعرف إن أنت بتلعب في حاجة من الاتنين، يا إما تو يا إما فور. طب إمتى فور وإمتى تو؟ بص يا نجم، فور زائد الناون. بص يا مهندسة، تو بلس انفينيتيف. يعني أنا قلت لك لكي نلعب، لكي نؤجل، لكي نساعد، لكي من دول يبقى تو. من أجل أن نحقق برضو تو. من أجل أن نحقق التقدم يبقى تو. achieve progress. أرجو إن أنت تكتب معايا علشان تظبط الدنيا. طب من أجل التقدم بس يبقى for progress، المرتبط بالنون مين؟ for. من أجل أن نحسن مستوى المعيشة to improve standard of living. طالب منكم قال لي معلومة، يعني أنا كنت ناقص أقوم أبوسه. قال لي إيه؟ تعرف يا مستر إن الكلام ده وأنا بكتب باراجراف ببقى عايز أقوله ومش عارف أقول إيه؟ أيوة صح، وأنت بتكتب باراجراف هتبقى عايز تقول الكلام ده ومنتش عارف تقول إيه. طيب طالب المحترم، خد القاعدة اللي جاية. جملة الأمر تبدأ بالفعل في المصدر. ذاكر study، ساعد help، افعل do، الفعل في المصدر على طول. طيب او كلمة always والمصدر لو قلت لك دائما افعل. طيب ابحث عن معنى الكلمة في القاموس. في بندين هنا، في كلمة يبحث عن معنى اللي هي look up. look up الكلمة the word. بص على الكلمة يبحث عن معنى كلمة look up. in the not in ليها نطق اسمه dictionary ونطق تاني اسمه dictionary. look up the word in the dictionary. اقرأ كل يوم. read كل يوم every day. المهندس الجامد، العيل المحترم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. don't put off for tomorrow. دي ما بيحفظهاش الا العيال الاوائل. don't put off for tomorrow. لا تؤجل لغد. what you can do today. what you can do today. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. ولادنا، معلومة اللي جاية، المعلومات الجزئية الصغيرة دي يا جماعة في الوسع. احنا حتة هنا في الحتة الوسعية. معايا يد في الوسعية؟ ايوه في الوسعية. بص يالا، الفيرب اين جي الجيرند تترجم كاسم. سويمنج السباحة، ريدنج القراءة، ايتنج الاكل، بلاينج اللعب، الاين جي تترجم كاسم. المعلومة التانية اوعى تستخدم معاها ذا. يعني قلت لك القراءة هامة جدا، ما تقوليش ذا ريدنج. مفيش حاجة اسمها ذا ريدنج يا نجم. reading is really a fruitful hobby. ان انت جبت منين ان يا مستر؟ ان دي يا باشا كده حلاوه الكلام، لا تترجم. اسلوب التوكيد لا يترجم. ان القراءه a fruitful hobby. انا عارف فروت، ايه fruitful دي؟ يعني مثمره يا ولد. ان القراءه هوايه مثمره. طيب working hard results in excellence. working hard العمل بجد. results in ينتج عنه. excellence يعني التميز، التميز او الامتياز. المعلومة الجامدة اللي انت متربي عليها ان الانجليزي عكس الايه؟ الانجليزي عكس العربي. تول بوي ولد تول بوي ولد طويل. الانجليزي عكس العربي، صح كده؟ فعلا يا ولد. يعني انا لما امشي على الصفات اخد الكلام بالعكس. ايوه. It's a gorgeous place in this ancient city. Gorgeous place in this ancient city.
يعني إنه مكان رائع. gorgeous place. in this في هذه المدينة القديمة. gorgeous city المدينة القديمة. خدت بالك معايا؟ اللي جاي he is a generous man. هو generous man رجل كريم. هو رجل كريم. خدت بالك معايا؟ يبقى شفت الصفة كريم رجل كريم كده. طب لو عندي 2 صفة يا مستر، لو عندك 2 صفة برضه امشي بالعكس كده. It's a beautiful ancient city. إنها مدينة قديمة جميلة. امشي برضه بالعكس، مش 2 صفة، أيوه، إنها مدينة قديمة جميلة. طيب يا مستر قديمة وجميلة؟ لا يا حبيبي، انت شفت مني أنت؟ طيب he is a generous old man. هو رجل عجوز كريم. رجل عجوز كريم. يعني يا مستر أقول عجوز وكريم؟ لا، عجوز كريم. طيب امتى بقى أقول و يا مستر؟ لما يبقى عندك و وأند وأور تحافظ على الترتيب. أند وأور تحافظ على الترتيب. أند وأور تحافظ على الترتيب. بص المثال hard and continuous work. إن العمل همشي إزاي؟ لا، بالترتيب بقى. الجاد والمتواصل. هو ده يا نجم بقى، أو المتواصل أو المستمر، ماشي؟ leads to يؤدي إلى. هو دي يا باشا اللي تقول والكذا، يؤدي إلى، وجايبها لك رايح جاي، خلي بالك. true and satisfying results. نتائج true حقيقية. and satisfying في دي زيادة هنا معلش. satisfying يعني ومرضية. نتائج حقيقية ومرضية. ولادنا الشطار، والله اللي خلق السماء والارض كل الكلام ده انا كاتبه بايديا واحده واحده وعلى دماغ طالب الثانويه. الكلام ده حصري، انا بصور لك في اي وقت وباي حال. يعني تلاقي شعري مش اي حاجه، مش احسن حاجه، بس الدنيا ماشيه. انت حضرتك انا مش نجم سينمائي، انا حضرتك مدرس على باب الله كده، وبوصل لك معلومه. فاهم حضرتك؟ صلي على محمد عليه الصلاه والسلام. يهمك ايه عندي؟ يهمك مادتي العلميه اللي انا رصصها لك رص يونيك، فريدة من نوعها. مفيش مدرس في الجمهورية هيديك الكلام ده. أنا أقد أقسم عليه، لأن أنا راصص السنة رص. شغلك هنا تطلع من عندي فوق هنا، مش أي حد. معلومتي اللي جاية بتقول this man is poor but generous. but كمان يا ولاد بتحافظ على الترتيب. هذا الرجل فقير ولكنه غني. ولكنه معلش، ولكنه كريم. طيب ولادنا الشطار، ليك يد في العربي ولا ايه؟ ليك يا بنت في العربي؟ ركزوا في الحته الجايه دي. مضاف اليه. يعني ايه مضاف اليه؟ يعني مستوى نكره والمعيشه معرفة. قال لك يا باشا المضاف والمضاف إليه بيجي كده. The noun of noun. The noun of وبعد كده noun. The cover of the book. الكفر بتاع الكتاب، الغطاء، غطاء الكتاب. The standard of living مستوى المعيشة. قال لي بتتقال بقى بطريقتين. The standard of living أو living standard. The standard of living أو living إيه؟ standard. بتتقال بالطريقتين. بص يا نجم، يجي لك هنا على الجمله اللي جايه دي. The reform of industry او industry reform اللي هي ايه؟ اعاده هيكله الايه؟ الصناعه. هيكله مضاف والصناعه مضاف اليه. طيب اللغه العربيه ثقافه ولغه، واللغه الانجليزيه ثقافه ولغه. فحضرتك تقول كلمه يقوم مثلا،
هل نترجم يقوم؟ يقوم المعلم بشرح، يقوم بشرح يشرح، يقوم بكتابة يكتب، يقوم بعمل يعمل. يبقى حضرتك ما تشغلش نفسك بكلمة اسمها يقوم. يتم، يعمل. 3 دول mostly في الأغلب مش هتشغل نفسك بيهم. يقوم المعلم بشرح الدرس أولا، يبقى the teacher ماله explains يشرح the lesson الدرس أولا اللي هي إيه؟ first. يعمل كثير من الأطباء على إيجاد علاج لمرض السرطان. كثير يعني مين اللي بيعمل الأول؟ كثير من الأطباء، يبقى many doctors. مستر أنا عايز المعنى اللي كنت حاطته لي في صفحة الترجمة. حاضر. physicians many physicians مالهم؟ يعمل على إيجاد اللي هي try to find علاج a cure for cancer. طب خلي بالك من اللي جاي. يتم الآن افتتاح متحفا كبيرا. A big museum is being opened now الآن. طيب خلي بالك من الحتة اللي جاية دي، علشان الجاية دي معناها هناك، يوجد. هناك أو إيه؟ يوجد. كان هناك، كان يوجد. سوف يكون هناك، سوف يوجد. التركيبة دي أعجب تركيبة في الإنجليزي. ده لو أنت عرفتها أنت عرفت جمل كتير. أنا عايز أقول لسيادتك إن أنت في التركيبة دي بتشكل وتلون براحتك. في التركيبة دي بتكتب في الإيسي رايتنج. في التركيبة دي بتكتب في القصة. التركيبة دي أهم تركيبة ممكن تعرفها على الإطلاق. طيب there is يوجد للمفرد. يا مستر ما أنا عارفها بس بتنساها. يلا there are يوجد للجمع. there was كان يوجد. there were كان يوجد للجمع. طب should be يجب أن يوجد. there should be. طب there will be سوف يوجد. خدت بالك معايا؟ العب يا ريس. أول جملة بتقول إيه؟ كان هناك تسريب في خزان الوقود. كان يبقى أنا كده شغال على was. ولا where؟ لا was عشان تسريب واحد. there was a leak in the petrol tank. petrol tank. يوجد لدينا فرص كثيرة. يوجد ايه؟ لدينا. يبقى we have. أو there are many opportunities. يعني فرص. سوف يكون هناك محطة مترو في البدرشين. يعني تقدر تجينا البدرشين بسهولة جدا. نعملها ازاي؟ اقول لك there will be. الملزمة دي على فكرة اديلها 10 سنين ومحطة المترو بتتعمل اهي. تمام؟ there will be a metro station. ومش اي محطة مترو، ده المونوريل يا معلم. in البدرشين. طيب ولاد الشطار حتى الزمنية، حتى المبالغة وحتى الغرضية. ايه ده احنا ما خدناش في اللغة العربية. ايوه خدها بقى في اللغة الانجليزية. حتى زمنية، غرضية، مبالغة. 3 انواع من معنى حتى. تمام؟ تعال بقى نقول حتى الايه؟ الزمنية تتقال ازاي؟ till until. حتى الغرضية to لكي. حتى المبالغة even. حتى بتاعت المبالغة دي الوزير قال للملك أنا هتصدى للجنود اللي جايين يهاجموا القصر. الوزير قال للملك أنا هتصدى للجنود اللي هتيجي وأنا فداك يا ملك وأنت خش السرداب. الملك قال ده الوزير ده مخلص جدا، فدخل السرداب عشان يهرب هو.
وبعد كده الوزير واجه الايه الجنود. الملك قال في نفسه انا هسيب الوزير بتاعي يموت؟ لازم انتظره فاشوف ايه اللي هيحصل معاه. فقعد منتظر يشوف ايه اللي هيحصل. جاء الجنود فين الملك؟ قال لهم دخل السرداب. فخرج الملك على طول وقال له even you حتى انت، even you بروتس. فدي كلمة even you بروتس، حتى انت يا بروتس. دي even الايه اللي هي بتاع المبالغة، حتى انت كمان even you they took everything، خدوا كل شيء. even my wallet، حتى المحو. فاهم؟ اجتهد حتى تتفوق. study hard. حتى دي مالها هنا غرض، يبقى to succeed. حتى الغرض to المصدر، حتى الغرض to المصدر. طيب اقرأ كل شيء حتى المقدمة، ما تسيبش المقدمة كمان. يبقى read everything، اقرأ كل شيء حتى even the introduction، حتى الانترودكشن المقدمة. النقطة اللي بعدها ذاكرت حتى الصباح. حتى الصباح ده تايم صح؟ يبقى دي حتى الزمنية till I studied till the morning أو until the morning. ولاد الشطار اعذروني لو كان شكلي مجهد شويه معاكم، ولكن حضراتكم احنا كده خلصنا الفقره بتاعه الترجمه والقواعد بتاعتها. الفيديو بتاع النهارده لسه عندنا فيديوهات كتير جدا بتتكلم في قواعد كتير، وكل مره ناخد مجموعه ونتدرب عليها زي ما انتم شايفين. اتمنى لكم مزيد من التحصيل ومزيد من العلم على منصه مودرن اكاديمي جي وعلى يوتيوب مع مستر وليد علام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.